اهلا بيكم في فيديو مقارنه الكاميرات ما بين الايفون 15 برو ماكس والجوجل بيكسل 8 برو. انا بصراحه متحمس جدا للمقارنه دي، واشوف الجوجل بيكسل هيأدي ازاي قدام الايفون وخصوصا في تصوير الفيديو. وطبعا زي ما احنا متعودين كل الصور والفيديوهات اللي انا هنزلها دي انا مش معدل عليها اي حاجه، نازله زي ما هي. والتيشيرت اللي انا لابسه ده هو نفس التيشيرت اللي انا مصور بيه في كل المقارنه، عشان يبقى عندكم خلفيه اللون التيشيرت الحقيقي ده عامل ازاي، وهيفرق وهتشوفوا ليه. وطبعا لو انت بتتفرج على اليوتيوب هتلاقي المصطلحات اللي انا بستخدمها مكتوبه تحت في صندوق الديسكربشن. اول حاجه هنبتدي في تصوير الفيديو، اللي انا كنت متحمس اشوف اذا كان فعلا دلوقتي البيكسل هينافس الايفون ولا لا. تعالوا اول نشوف حاجه مع بعض. هنبتدي في تصوير الفيديو في الاضاءه المناسبه. زي ما انتم شايفين مفيش شمس ضاربه فيا او في وش التليفون، واحنا واقفين في ظل والدنيا منوره. ومن اول نظره انا شايف ان الجوجل بيكسل مأدي اداء كويس جدا. في فرق في الوايت بالانس، الالوان هنا مشفتها ناحيه الاصفر شويه، عشان كده هتلاقوا في اختلاف في لون البشره ولون التيشيرت، لكن بشكل عام مطلعه اداء كويس. لكن اللي لاحظته ان التفاصيل احسن بكتير على الايفون، خصوصا لما نركز مثلا على الشجر اللي ورايا او الزرع اللي جنبي، فالتفاصيل هنا على الايفون احسن بكتير من الجوجل. وفي تصوير الكاميرا الوايد انا شايف ان الاثنين مادين اداء كويس جدا. والبيكسل التفاصيل بتاعته حلوه، الالوان بتاعته حلوه، الوايت بالانس مش مشفت بزياده زي الالترا وايد. لكن الفرق كبير بينه وبين الايفون ان الايفون هنا فيه عزل طبيعي للخلفيه، لكن على البيكسل الحاجات اللي في الخلفيه كلها واضحه بتفاصيل كويسه. بس انا شايف ان الصوره بتاعت البيكسل هنا تعتبر كويسه جدا واقدر استخدمها. لكن لما نصور بالاثنين تايم اوبتيكال زوم على الكاميرا الوايد، فانا بالنسبه لي الصوره على البيكسل سيئه جدا، لان الحده فيها عاليه وده باين في التفاصيل بتاعه وشي في الالوان وكمان في الحاجات اللي في الخلفيه. لكن على الايفون انا شايف ان الصوره هنا كويسه جدا، في عزل طبيعي للخلفيه، الالوان والتفاصيل هنا شكلها احسن. اما الكاميرا التليفوتو فبالنسبه لي فهي اسوأ كاميرا في ظروف التصوير دي. الصوره هنا باهته جدا، الحده فيها عاليه، النقط السوداء هنا عاليه جدا، فده باين في التفاصيل بتاعه وشي في حواجبي في حوالين عينيا. الصوره هنا سيئه جدا. ودي كانت النتيجه في ظروف تصوير مناسبه، مفيش اضاءه قويه ضاربه فيا او في وش التليفون. لكن لما نيجي نروح لظروف تصوير مختلفه فيها اضاءه قويه الموضوع كان مختلف تماما. تعالوا نشوف هنا مع زي بعض. ما انتم شايفين الشمس ضاربه فيا، وعلى الكاميرا الالترا وايد برضو انا شايف انها مديه اداء كويس جدا. الوايت بالانس هنا مختلف لكن مش بنسبه كبيره زي الظروف التصوير اللي فاتت، والكاميرا الوايد برضو مطلعه اداء كويس جدا. حتى كمان في التو تايم اوبتيكال زوم بالكاميرا الوايد الحده فيها مش زياده زي ظروف التصوير اللي فاتت، الصوره كويسه. لكن هيفضل الفرق هنا ان العزل الخلفيه الطبيعي احسن على الايفون، واللون الاحمر هنا ولون البشره احسن برضو على الايفون. واكتر حاجه فاجئتني هي الكاميرا التليفوتو، لان في فرق شاسع ما بين الكاميرا التليفوتو هنا وفي ظروف التصوير اللي فاتت. هنا بالنسبه لي تعتبر ممتازه، الالوان فيها كويسه جدا، الحده فيها مش زياده والصوره مش باهته، وعزل طبيعي الخلفيه في الاثنين كويسين جدا. وتصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي بصراحه فاجئني جدا، انا ما كنتش متوقع ان الاداء بتاعي يكون كده. هنا لو لاحظتوا انا صورت في ظروف تصوير مختلفه واتحركت من مكان لمكان، وفي معظم الظروف انا شايف ان الاداء بتاع البيكسل كان كويس من حيث التفاصيل بتاعت وشي، الالوان، الوايت بالانس. لكن في بعض ظروف التصوير الصوره هنا بتبهت والتفاصيل منها بتروح تماما. بالكاميرا الالترا وايد الاثنين مش مطلعين احسن حاجه، التفاصيل هنا تعتبر ممسوحه شويه، الاثنين فيهم نويز. بس كاميرا البيكسل هنا اغمق بكتير من كاميرا الايفون، وده واضح على الحيطه اللي ورايا، على الارض اللي تحتي، وكمان عليا انا شخصيا. وبالكاميرا الوايد انا شايف ان برضو تصوير الايفون هنا احسن، لان الصوره اللي طالعه من البيكسل انا شايفها باهته ممحيه شويه ما فيهاش تفاصيل، الالوان برضو فيها مش احسن حاجه. لكن على الايفون الالوان كويسه، التفاصيل احسن شويه، مش احسن حاجه بس بالنسبه لظروف التصوير اللي احنا فيها. اما في التو تايم اوبتيكال زوم فالبيكسل هنا الحده فيها عاليه، النويز فيها اكتر في المجمل، مع ان الاثنين مش مطلعين احسن صوره، لكن صوره الايفون هنا احسن. وفي تصوير الكاميرا التليفوتو انا شايف ان الاثنين مدين اداء كويس وقريبين جدا من بعض، وخصوصا هنا البيكسل يمكن الفرق الوحيد اللي ما بينها او الظاهر اللي ما بينها هو الوايت بالانس مختلف عن الايفون، ولون البشره واللون الاحمر هنا احسن شويه برضو على الايفون. اما في التصوير بالكاميرا السيلفي فانا شايف ان البيكسل هنا الصوره بتاعته فيها نويز كتير جدا، الالوان فيها باهته، الصوره بالنسبه لي ما تعتبرش احسن حاجه وما اقدرش استخدمها في اي حاجه. الايفون هنا في ظروف التصوير دي مش احسن حاجه، لكن بالنسبه لي اقدر استخدمها عن البيكسل. يعني انت في تصوير الفيديو بالجوجل بيكسل 8 برو تقدر تاخد صوره كويسه جدا، بس تبقى عارف كل كاميرا بتتفوق في اي ظروف تصوير عشان تاخد احسن نتيجه منهم. لكن الفكره لو انت عايز تصور بيه مثلا فيديو بورتري او فيديو سينماتيك، او لو هتصور بيه وانت بتجري، هل الثبات بتاعه كويس؟ هل عزل الخلفيه كويس؟
تعالوا نشوف مع بعض. وهنا في تصوير السينماتيك فيديو او البورتري فيديو البيكسل الاداء بتاعه سيء جدا، العزل بتاع الخلفيه بتاعه مش احسن حاجه، الحواف بتاعتي مبكسله، التفاصيل بتاعت الصوره هنا مش احسن حاجه، الالوان برضو مش احسن حاجه، في اوقات كتير جدا كانت باهته. انا ما عجبنيش الاداء بتاعه خالص. ده غير كده كمان ان البيكسل ما فيهوش تصوير بورتري او سينماتيك بالكاميرا السيلفي. وفي اختبار الثبات بتصوير الفيديو بالكاميرا الوايد انا شايف ان الايفون هنا ادى اداء احسن بكتير من البيكسل. البيكسل الكاميرا بتاعته كانت بتروح في كل حته، ولما شغلت الاكشن مود او الستدي مود انا برضو شايف ان الايفون الاداء بتاعه احسن. ده غير كده كمان ان البيكسل هنا من غير ما اعرف حول الفيديو من 30 فريم في الثانيه ل 24 فريم في الثانيه، عشان كده هتلاقوا ان الفيديو بيقطع هنا على البيكسل. معنى كده ان انت لو عايز تصور بيه فيديو بورتري او سينماتيك انا شايف ان البيكسل مش هيكون احسن اختيار. ولو انت بتتحرك كتير او محتاج تتحرك ومحتاج ثبات في تصوير الفيديو برضو البيكسل مش احسن حاجه بالنسبه لك. لكن الحاجه اللي ممكن تفرق مع ناس كتير هو جوده الصوت في تصوير الفيديو. تعالوا نسمع مع بعض اختبار الصوت ما بين الاتنين في تصوير الفيديو. وده كده اختبار الصوت في تصوير الفيديو بالكاميرا الالترا وايد على الايفون 15 برو ماكس وعلى الجوجل بيكسل 8 برو. وده كده اختبار الصوت بالكاميرا الوايد على الايفون 15 برو ماكس وعلى الجوجل بيكسل 8 برو. وده كده اختبار الصوت في تصوير الفيديو على الكاميرا التليفوتو ال5 تايم اوبتيكال زوم على الايفون وعلى البيكسل 8 برو. وده كده اختبار الصوت في تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي على الجوجل بيكسل 8 برو وعلى الايفون 15 برو. احنا كده خلصنا مقارنه تصوير الفيديو ما بين الاثنين في ظروف التصوير المختلفه، وانا شايف ان البيكسل تقدر تعتمد عليه لو هتعرف تستخدمه ازاي وايه نقط الضعف بتاعته وايه نقط القوه بتاعته وتبعد عن الحاجات اللي هو ضعيف فيها. لكن لو انت عايز تليفون تصور بيه فيديو في اي ظروف تصوير وباي وضع من غير ما تفكر كتير انا شايف ان الايفون احسن. ده غير كده ان الايفون بيتفوق اكتر في البرو ريز لوج، ودي اللي ما اقدرش اقارنها مع اي تليفون لان مفيش تليفون فيه خاصيه شبه دي. تفتكروا بقى في تصوير الصور الاداء هيكون قريب ولا هيكون في تليفون احسن من التاني؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي قبل ما نكمل الفيديو. تعالوا دلوقتي نشوف المقارنه بينهم في تصوير الصور بالكاميرات الرئيسيه انا شايف ان اكتر من 90% من الصور اللي صورتها البيكسل اداؤه احسن بكتير من حيث الالوان والتفاصيل ولون البشره. الدايناميك رينج الاثنين قريبين جدا من بعض والفروقات ما بينهم بسيطه. يمكن الحاجه الوحيده اللي الايفون بيتميز فيها هنا ان في عزل طبيعي للخلفيه لما تصور بالكاميرا الوايد، لكن غير كده انا شايف ان اصلا في مشكله في الفوكس خصوصا بعد اخر تحديث نزل للايفون. والكاميرا اللي ابهرتني فعلا هي الكاميرا التليفوتو على البيكسل، شكلها احلى بكتير من الكاميرا بتاعت الايفون، لون البشره فيها اظبط كتير، عزل الخلفيه طبيعي ممتاز زي الايفون. لكن في المجمل انا عاجبني اكتر الصور بتاعت البيكسل. وكمان الصور السيلفي الاثنين كويسين جدا والاثنين قريبين جدا من بعض حيث لون البشره، لون التيشيرت، الالوان والتفاصيل. لكن اللي لاحظته ان الدايناميك رينج احسن شويه على الايفون من البيكسل، وده عشان هتلاقي السما ملسوعه شويه في البيكسل، النقط السوداء عاليه في البيكسل في الحته المفروض يكون فيها ظل وحاجات سوداء زي حوالين عيني وزي حواجبي. لكن في المجمل الاثنين مطلعين اداء كويس جدا. وكمان في تصوير السيلفي في الاضاءه ضعيفه انا شايف ان الاثنين مادين اداء كويس جدا، خصوصا لما تكون في اضاءه بسيطه عليا او حواليا. وما اقدرش اقول ان في تليفون فيهم احسن من التاني، لكن لما نروح في مكان ضلمه خالص الايفون هنا بيبقى احسن شويه لان هو بينور الشاشه وهو بيصور، فهتلاقي الالوان والتفاصيل بتاعه وشي احسن شويه عن البيكسل. وزي كل سنه ما بقول ان البيكسل في تصوير البورتري سيء جدا، وانا شايف ان انت تصور صوره عاديه وتحولها البورتري على البيكسل احسن بكتير جدا من ان انت تصورها صوره بورتري. وطبعا زي ما واضح قدامكم ان الصور هنا الاداء بتاع الايفون احسن بكتير. هو طبعا مش احسن تليفون بيصور بورتري، لكن في المقارنه دي الايفون هو احسن. بس اللي فاجئني وانا ما كنتش متوقعه ان تصوير البورتري بالكاميرا السيلفي الاداء بتاعه كويس جدا، والاثنين قريبين جدا من بعض من حيث الالوان، العزل الخلفيه، تحديد الشخص اللي بيتصور. اداء الاثنين بصراحه انا متوقعش ان البيكسل يكون كويس كده. حتى كمان في البورتري في الاضاءه الضعيفه الاداء بتاعه برده كان كويس من حيث الوان، لون البشره، عزل الخلفيه والعزل بتاعي انا شخصيا. وفي تصوير المشاهد الطبيعيه بالكاميرات الرئيسيه انا شايف ان الاثنين مادين اداء كويس جدا، والاثنين مطلعين صور تقدر تعتمد عليها وتستخدمها في اي سوشيال ميديا. لكن لو ركزت في الصور هتلاقي بعض الفروقات اللي ما بينهم، زي مثلا انا شايف ان البيكسل 8 برو في معظم الوقت الوايت بالانس فيه احسن بكتير من الايفون. تاني حاجه ان في بعض الصور باين ان الدايناميك رينج احسن على البيكسل من الايفون، ودي حاجه انا متوقعتهاش. والحاجه اللي مختلفه في الايفون وما اقدرش اقول ان دي ميزه او عيب
عيب، ده حسب الشخص اللي بيصور هو بيفضل ايه. ان انت لما بتصور حاجه بالكاميرا الوايد بتاعه الايفون، الحاجات اللي بعيده بتبقى معزوله ويبقى فيها بوكه كده وعزل للخلفيه بتاعتها، فده طبعا يرجع على حسب انت بتفضل ايه. بتفضل المشاهد الطبيعيه تكون كلها معمول لها فوكس، ولا يكون في جزء معمول له عزل في الخلفيه؟ لكن غير كده انا شايف ان الاتنين فعلا ممتازين. في تصوير الصور بالكاميرات الرئيسيه في الاضاءه الضعيفه، انا عاجبني جدا الصور بتاعه البيكسل، وشايف انها احسن، التفاصيل فيها احسن بكتير من الايفون. ساعات بلاقي الوايت بالانس مصفر شويه على البيكسل وشويه مصفر على الايفون، مش حاجه ثابته، بتبقى حسب ظروف التصوير وعلى حسب العدسه اللي بتصور. واكتر حاجه تفوق فيها البيكسل هي لما تصور العمارات والنور في الاضاءه الضعيفه. انا شايف ان هنا الصور بتاعه البيكسل تفوقت على صور الايفون. كده خلصنا مقارنه الكاميرات ما بينهم في ظروف التصوير المختلفه في تصوير الصور وتصوير الفيديو. انا احب اعرف رايكم ايه، هل انتم متفقين مع الحاجات اللي انا شايفها؟ هل عندكم راي مختلف؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. انا بالنسبه لي شايف ان البيكسل 8 برو الكاميرات بتاعته اتحسنت عن ال7 برو. وممكن تشوفوا اصلا فيديو مقارنه الكاميرات ما بين ال7 برو والايفون 14 برو ماكس السنه اللي فاتت موجود في القناه او على صفحه الفيسبوك. وبالنسبه لي البيكسل 8 برو دلوقتي يعتبر اداه تقدر تستخدمها في تصوير الفيديو وفي تصوير الصور، بس في تصوير الفيديو زي ما قلنا تبقى عارف ايه نقط القوه وايه نقط الضعف بتاعته. وطبعا التليفون مش بس كاميرا، في حاجات تانية كتير وفي عيوب كتير واجهتني مع البيكسل 7 برو والبيكسل 6 برو. فيا ترى هل العيوب دي كلها اتحلت؟ جزء منها اتحل؟ ده اللي هنعرفه في فيديو المراجعه اللي هيجي قريب ان شاء الله. فما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عندكم اي استفسارات او تعليقات. تابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه، لايك وشير الفيديو. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.